كاظم. كاظم ما يعرف يغني عراقي بالمره. يعني تعتبر نفسك افضل من كاظم؟ الحمد لله وشكر، بشهاده الجميع الحمد لله وشكر. انا صوتي بشهاده حضرتك انا صوتي يعني. الحمد لله صوتي انا احب اللون الريفي. انا موال واحد الحمد لله بدون مجامله، ما دام ولا اكبر نفسي، موال واحد يسوى كاظم وفنه كله. طيب الهام المدفعي. كاظم طلع بالواسطه وكاظم طلع بالفضائيات. صوت تافه جدا ولا احب اسمع ابدا. يعني ملايين الناس اللي بيسمعوا كاظم واللي هو بيدفعوا حرين. الملايين يعني انا يحضروه، شوفي يعني انا قاعد افتر على يعني كاسيت. رايهم ما بيهم قدام. انا قاعد افتر رأي على حضرتك. كاسيتي هذا، انا في كل سيدي انزله الف على التسجيلات ولا شركات الحمد لله ماشي. كاظم كل ما له تحت الحمد لله ان شاء الله دوم تحت. لان تعرفين ليش؟ اعتماد على نفسه ونفس الاحساس ونفس الشعور ما يغيره. يعني 20 اغنيه الحانه كله هو. ليش؟ منو انت؟ ما صار لك يومين تغني. يعني اذا واحد عنده موهبه لا ماكو موهبه، يعني الاستاذ محمد عبدو فنان العرب يعطيك لحن وترفضه؟ طيب خلينا ننقل على الهام المدفعي. لا ماكو صوت. ماجد المهندس، رضا العبد الله. لا رضا مريض بهذا كاظم. رضا في مرض اسمه كاظم للاسف يعني. يعني كل هودي مش عاجبينك؟ لا انا يعجبني الصوت الريفي. مثل مين مثلا؟ اعطيني. انا في فنان شاب احبه يعني دائما اسمعه. طبعا العمالقه هم اللي قلت لك عنهم انا. العمالقه سعدون، الياس، النعمه، حبيب منصور، فاضل عواس، سعد البياس، سعد الحلي، فواز سالم، داخل حسن، استاذ ناظم الغزالي، هذول عمالقتنا. نعم. هذول اساتذتنا. انا اكلهم كل احترام، هذول مدارسنا. ولكن حاليا في الشباب في مطرب واحد احبه يعني احب اسمعه ويذكرني الماضي، هو الفنان محمد عبد الجبار. صوت دافي، صوت ريفي، يعني حضرت له عده حفلات صراحه حقيقه يعني صوت يعني هذا فنان. وفي قاسم حلو، قاسم سلطان، وفي صلاح البحر حلو يعني يغنون الحلو ايضا ريفي يعني. طيب خلينا نحكي عن الاحتكار الفني يعني اللي بتمارسه بعض شركات الانتاج. اسكت يكفيني جرحك، أنا سامحت الجميع، ما أدري أبكي